رجال الخيام يعتقلون قياديا في شبيبة البي جي دي لإشادته بقتل سفير روسيا. دابا الحكومة الإرهابية د المغرب حصلات العالم، بدا كيقول لهم حبسوا المرقه. نتوما كتجيو تلقاو الارهابيين عندنا وانتوما كتصاوبوا الارهابيين في المغرب في الحكومه ديالكم معيقه. دونك العصابه اللي كتحكم المغرب لاول مره في تاريخها تزيرت عليها الامور. دونك حنا اون غاني دو تيران، وي غير بشويه بشويه اون غاني. شوف بغيت نسمعكم واحد القضيه قالها سي المهداوي que je qualifie de journaliste et de psychologue et de sociologue bien sûr. وكاع داك الناس اللي غيبداو يكتبوا لي هنا بان المهداوي سوقو خاوي راه من اليسار ولا من اليمين ولا من الحدوره ولا طالع من العقبه، غنبدا نبلوكيهم. ماشي شغلكم، انا هذا السيد هذا عزيز عليا في الله، واش فهمتوا؟ ماشي كاستيون ما عندها حتى علاقه يعني في الجورناليزم ولا شي حاجه، علاقه في الفكر، علاقه في الباتريوتيزم، بزاف د الحوايج. وهادشي اللي كيقول هو اللي كنقول انا ديما هنا. سمعوا اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، صحاب ا بي سي دوريمي، سمعوا شنو قال السي المهداوي في هذا غادي نديرها في لاباج، ولكن سمعوا الاخر. سمع. ومع ذلك القضاء كيعتمد على هذاك المحضر، واخا دير انت كاع طرفك كاع توقع هذاك المحضر، اعترفتي مزيان، سنيتي مزيان، ما اعترفتيش بهذاك. تصوروا معايا المصيبه الكحله عندنا الان في الوضع القضائي المغربي، على ان المحاضر ديال الجناح يعتد بها، والمحاضر في الجنايات تعتبر فقط بيانات الاستئناس. واش هذا ماشي يعني تصور ابليسي هذا؟ واش هذا فاهم؟ واش هذا ما كيحتاج كذلك المراجعه؟ في ختام هذه الحلقه هذه، وانا فقط درتها بشكل عاجل لان هذه النقاش تضرنا. المشكل في المغرب عباد الله، عباد الله عباد الله عباد الله، هو ان عدد من المشرع كيشرع تحت ضغط الهاجس البوليس. راه المغاربه علاش كيخليو هذا الهامش هذا؟ باش المغاربه كلهم يبقاو تحت رحمه القضاء، يعيطوا في اي لحظه. ما كاين المشرع في المغرب ما كيشرعش تحت هاجس حقوق الانسان والديمقراطيه والقانون، كيشرع تحت هاجس البوليس. المقاربه البوليسيه هي المتحكمه في المنظومه ديال العداله ديال المغرب. هذه المصادر ديال التشريع خاص تصيح عليها، خاص الاحزاب. هذه جريمه وسلب الوطن، لان الناس كيهربوا فلوسهم. عدد من رجال الاعمال كيغادروا المغرب، عدد من رجال الاعمال في سياسه المصادر المرجعيه في سياسه التطهير مشاو لفرنسا ومشاو لاوروبا. الناس في الشمال بقاو كيخرجوا كيمشيو للسبته. هذه راه جريمه في الوقت اللي بعض رجال الشرطه وبعض رجال النيابه العامه كيستافدوا كيغتنموا من هذه المصادر. وهنا كنطالب عباد الله باطل بسيط اللي باغي يغير المغرب ما نبعدوش. علاش اخاي ما تفتحوش كاع تحقيق مع القضاة؟ من اين لك انت كتوشي 15,000 درهم 20,000 درهم؟ علاش عندك اسيدي جوج فيلات كل فيلا بمليار؟ قول لي منين جاتك الفيلا؟ ببساطه اجي البوليسي عندك 8,000 درهم في الشهر. كيفاش اخويا؟ وعباد الله انا كنعرف بوليس هنا في المغرب عنده قهوه ودار لختو قهوه ودار لامو سميتو حمام ودار لخالته. منين جاك هادشي؟ بعض رجال الدار داروا مصيبه كحله، وكلاء مالك بعضهم، بعض القضاة ثروات. ها المدخل الاصلاح ببساطه منين جاتك الفلوس؟ هل يعقل نخصو فلوسنا على اصلاح العداله ونخصو فلوس صحيحه وبون فانكونت يولي وضعنا حنا وحريتنا حنا تحت واحد السجين منحرف اي لحظه يديني الحبس عم تصريح؟ غنعاود واحد الطريف الله يرحم والدين، لان هادشي اللي كنصدع عليكم بهم راسكم من لان الناس كيهربوا فلوسهم. عدد من رجال الاعمال كيغادروا المغرب، عدد كيشرع الخونه اللي شادين المغرب كيجريو على الوطنيين. كيعتمد على هذاك المحضر، واخا دير انت كاع طرفك كاع توقع هذاك المحضر، اعترفتي مزيان، سنيتي مزيان، ما اعترفتيش بهذاك. تصوروا معايا المصيبه الكحله عندنا الان في الوضع القضائي المغربي، على ان المحاضر ديال الجناح يعتد بها، والمحاضر في الجنايات تعتبر فقط بيانات الاستئناس. واش هذا ماشي يعني تصور ابليسي هذا؟ واش هذا فاهم؟ واش هذا ما كيحتاج كذلك المراجعه؟ تصور ابليسي. الحلقه هذه وانا فقط درتها بشكل عاجل لان هذا النقاش تضرنا. المشكل في المغرب عباد الله، عباد الله عباد الله عباد الله، هو ان عدد من المشرع كيشرع تحت ضغط الهاجس البوليس. راه المغاربه علاش كيخليو هذا الهامش هذا؟ باش المغاربه كلهم يبقاو تحت رحمه القضاء، يعيطوا في اي لحظه. ما كاين المشرع في المغرب ما كيشرعش تحت هاجس حقوق الانسان والديمقراطيه والقانون، كيشرع تحت هاجس البوليس. المقاربه البوليسيه
المتحكمه المقاربه البوليسيه. ديال العداله ديال الله ينصر دينك هذه اخي المدام. المصادر ديال التشريع خاص تصيح عليها وخاص الاحزاب. هذه جريمه وسلب الوطن لان الناس كيهربوا فلوسهم. خيانه. عندنا رجال الاعمال كيغادروا المغرب، عندنا رجال الاعمال في سياسه المصادر المرجعيه في سياسه التطهير مشاو لفرنسا ومشاو لاوروبا، الناس هنا في الشمال بقاو كيمشيو لسبته. هذه راه جريمه في الوقت اللي بعض رجال الشرطه وبعض رجال النيابه العامه كيستافدوا وكيغتنيو من هذه المصادر. وهنا كنطالب عباد الله مطلب بسيط اللي باغي يغير المغرب ما نبعدوش. علاش اخي ما تفتحوش كاع تحقيق مع القضاة؟ من اين لك انت كتوشي 15000 درهم 20000 درهم؟ علاش عندك اسيدي جوج فيلات كل فيلا بمليار؟ قول لي منين جاتك الفيلا؟ ببساطه اجي البوليسي عندك 8000 درهم في الشهر. كيفاش اخويا؟ وعباد الله انا كنعرف بوليس هنا في المغرب عنده قهوه ودار لاختو قهوه ودار لامو سميتو حمام ودار خالته. منين جاك قهوه بحمام؟ بعض رجال الدرك داروا مصيبه كحله، وكلاء مالك بعضهم بعض القضاة ثرواتها المدخل الاصلاح. ببساطه منين جاتك الفلوس؟ هل يعقل نخسروا فلوسنا على اصلاح العداله ونخسروا فلوس صحيحه اون فان كونت يولي وضعنا حنا وحريتنا حنا تحت واحد السجين منحرف خلي نديني الحبس عبد صريح؟ واش انا نخسر الفلوس باش تطلع العداله؟ وانا اللي كنهضر معكم دابا غادا شي واحد يقول المهداوي كان معايا مشى معايا يلاه مصطفى رجعي. ممكن غدا يدي اي شخص فيكم هنا. واش ممكن نأتمنوا؟ واش هذه راحه؟ واش هذا استقرار؟ ماشي راحه، راحه نفسيه. لا لهذا مناشده اخيره يجب تقويه المنظومه القضائيه المغربيه. اي بحث خصو يكون بالعلم، ما كايناش تصريح، ما كاينش تصريح كاع مره. اي واحد صرح يجب تغذيته مسائل بالتليفون بخبره بوثائق بكذا بكذا. خاص هذا الجانب تقويه هذه المصيبه هذيك، خاص العلم عباد الله، خاص العلم والمواد العلميه. ثانيا على الدوله ان تمكن ضباط السلطه القضائيه من وسائل الاشتغال والعمل. وعباد الله كاين بوليسي اللي كيجيب بيسي من دارو، كاين قضاة اللي كيمشي يطبع الوثائق الاحكام ديال الدوله في دارو، كاين جدارمي اللي كيمشي يجيب العام سيدي من دارو. الناس ما عندهاش حتى السياره باش يتموبيليزاو. هذه حوايج كلها كتساعد على تفشي الجريمه. والمدخل لهذا الشيء كله هو الديمقراطيه والعدل. ومره اخرى كنقول لكم المغاربه ذكروا بان عدد من المغاربه كيعانيوا مع المصادر. الناس كتعلم في الشمال وغير الشمال. الشمال المغرب مستهدف، هذه ما نذكروش عليه. ديال الطريق ما هو الا شجره. هذا من خير خلق الله هذا الطريق وخوته، وانا اعرفهم كما يعرفهم الناس. وماشي موقف شخصي مستعدين، انا مستعد للمحاسبه والمساءله، مستعد لاي عقاب. كنعرف ديك الاسره، وهذه الاسره هذه فقط نقطه من الواد. فعدد من الاسر المغربيه اللي كتعاني كتدوز الحباسات فابور تحت جبروت ديال الرغبه في الاغتناء بعض الجهات. فالمدخل هو خاصنا نحسبوا الفلوس ملي كتشاد عباد الله. والمسؤولين القضائيين طبعا ما يمكنش يعني نطلق عدد من الحويجات. نحاول بسرعه نسلط الضوء على القضيه هذه. كنشكركم الزوار ديال الموقع وكنضرب لكم موعد في حلقه اخرى بحول الله. الى اللقاء. الله ينصرك، الله يرحم لي ربك ودي السي مهداوي. سي مهداوي سي ان فيزيونير، سي ان اوبسيرفاتور كلشي. فهمتوا دابا علاش هذا الجواب على قال لك في 2017 اكبر عدد البوليس سيلتحقون بالشرطه، يعني غادي يدخلوا مكروشي المغاربه كلهم يردوهم بوليس. شفتوا دونك كاينه حرب جايه. علاش؟ لان عندهم المصالح، البوليس شفاره، القضاة شفاره، الجدرميه شفاره، وحنا خوتي ولاد الشعب جالسين فهمتوا الحرب كي دايره. فهمتوا بين حنا كنهضروا مع ا بي سي دو ري مي 1 2 3 هذوك خليناهم لهيه. فهمتوا؟ سي بور سا il faut se préparer لان حنا بدينا في دابا في لا ريزيستانس، المقاومه الشعبيه ضد الاستعمار الارهابيين للمغرب، الاستعمار البوليسي الجدرمي وخدام الدوله هادو مستعمرين المغرب عائلات. فهمتوا؟ دونك ما دخلنا في الصح الصحيحه الخوتي المغاربه. اللي قال هذا لو جورناليست كي بيان سور كوراجو وباتريوت وليبريتو، وبحال اللي كنقول لكم كثار فيزيونير. انا سي مهداوي كنت نشوفو كيقري في لافاك والله بلا بسيكولوجي في بلاصه داك لي زانكومبيتون اللي كيقريو دابا. دونك هادشي كاين. دونك حنا ما كنهضروش ما كندوزوش الوقت، هادشي كنهضروا بصراحه. دابا بغيت نقول لكم واحد القضيه على رساله الى جريده المساء. رساله الى جريده المساء. شنو هي هذه الرساله هذه؟ انا غادي نقولها لكم. نتوما اخوتي المغاربه راه ديما كنقسم معكم كلشي، لان خصكم تعرفوا شحال هذه اتصلوا بيا بزاف ديال لي جورنو
باش يديروا معايا، قال لك سوا ديزون يعني دي زانترفيو هذا، وقول لنا وبزاف الاخوان منكم قالوا لي رد بالك من لي جورناليست راه الاغلبيه بوليس. مزيان، هادشي كاين عندكم الحق، ولكن اتصلوا بيا المساء. انا نعطيكم سميه السيد اللي اتصل بيا، لا تسمحوا لي. غادي نقول لكم وقتاش اتصل بيا وقتاش درت معاه داك الانترفيو، ولحد الان ما شفت والو في المساء. وواحد السيد قال لي لا هذاك راه دار معاك داك الشيء راه غير باش يتجسس عليك ويقول للبوليس. انا غادي نقول لكم وقتاش نتوما. المهم حنا ديما كنقولوا كلشي. انا نقول لكم وقتاش وقع هادشي، ونعطيكم حتى السميه ديال الجورناليست واش بصح خدام مع المساء ولا لا. هادشي كامل غير باش تعرفوا شنو كاين. alors élément envoyé محمد بابا هيدا، محمد بابا هيدا قال لك خدام مع المساء. الا كيسمعنا شي واحد من المساء وكان هنا صيفط لي اسئله جاوبت، ماشي شي اسئله يعني اكستراوردينير. هذه وقتاش صيفطتها انا نقول لكم. قال لي راه غادي نشر هادشي في يعني في المساء اسيدي نهار 22 ديسمبر. ها هي دابا لا اسمعني اسمحوا لي، اكتوبر نوفمبر 22 نوفمبر. دابا راه دازت شهر بالضبط ما شفت والو في المساء. واحد السيد قال لي ودي راه هذاك راه يكون بوليسي، داكشي اللي قلتي راه مش عطاه البوليس، ولكن داكشي اللي قلت له راه هو اللي كنقول لكم هنا. زعما ما صحراوي ياك. ما انا فعلا المساء عزيزه عليا فعلا. وعلاش عزيزه عليا؟ ماشي راه كاك من غير اللي كان قلت لكم السي رشيد خدام معاهم، نيت حتى من بعد داك الدامون كنا كنقراو له شي مسائل هضروا عليهم بصح، واللي كان سورتو يعني كنعطيكم هادشي بالحجاج. سورتو ملي هضرتو على يعني داك ظاهره ديال الارهاب في الشمال، موضوع اللي كنت انا متفق معاه، يعني كتجيبوا مواضيع مزيانين. واتصلتي بيا السي بابا هيبه هادي شهر، قلتي لي دير معايا انترفيو، صيفط لك فيا ليميل ديالي شنو كاين. من بعد ليميل ديالي بدا واحد النهار راه بيراطا الله اعلم. اسمح لي السي محمد بابا هيبه جات دوك ما فهمتش القضيه واش ديروا بالجورنال. لا غير يعني فيما يعني غولاسيونيل درتي معايا واحد الانترفيو، صيفط ليا قول لي ودي راه ما غندوزوش، راه كاين البوليس، راه المخابرات اتصلوا بينا، راه غير نعرفوا باش كتبقى القيمه ديالكم عزيزين علينا وعزازين على الناس اللي كيقراوكم. هادشي اللي كاين صافي، هذه غير بغينا نقولوها. دونك اخوتي المغاربه انا قلت لكم راه الخطه هي يردوا المجتمع المغربي كله بوليس تحت القبضه. وهادشي ماشي يعني خيرا لنا، ولكن لانهم تشفرت. البوليس شفار، تصلتو شفاره كاملين، الجدرميه القضاة كلهم. حتى شي قاضي قال لك عنده 2 فيلات. الجدرمي البوليسي داير قهوه ليه ومراتو وحمام من الوالده ديالو وقيلا مع دار ضمانه جي مصيبه والله ما فهمنا والو. هادشي اللي كاين في المغرب. يعني الناس اللي شادين المغرب بيد من حديد راه هما البوليس والجدرميه وخدام الدوله. هادو هما العدو. ان شاء الله ملي غادي نبداو الحراك ديالنا ولا المقاومه ديالنا اللي بدات بشحال هادي، ولكن دابا دزنا يعني المراحل الاخيره. هادو اللي غادي نسيبليو، هادو هما العدو. واعر كل الصحف المغربيه صحف صفراء وصحف مخزنيه. يا اخويا تبدل الامور والله، لان هاد اليومين تا هما كيضحكوا علينا شي وحدين. شوف كيفاش كيلعبوا لا بسيكولوجي، كيقول لك
باين عليك راك طالع لك الدم والشي، والله لا قدرتي تدخل المغرب، والله لا باقي شتي والديك. وخصكم تعرفوا اول مره غنقول لكم بان هددوا لي والديا بالقتل وعائلتي بالاغتصاب والقتل والاغتصاب. هادو بصح انا عائلتي كلها مهدده بالقتل والاغتصاب في المغرب كلها، حتى صحابي. دونك اش من صحابي؟ حتى صحابي هذوك راه نص صحاب غير على غير على المصالح ديالهم، يبيعك غير على بيت على باكيه ديال لوغمونتان يبيعك. غير قلت لكم هادشي عمري ما قلت لكم، ولكن دابا ملي هضرنا راه نقول لكم شنو كاين. فعلا توحشنا بلادنا، سي نورمال. علاش حنا كنهضروا هنا؟ هو كيعايرك بها. والله لا باقي دخلتي المغرب، والله لا باقي شتي والديك، والله يا والديك انت ماشي ما بقيتيش خونا ما تبقاش تقول خوتنا، بعد علينا بعد علينا. الهضور كي مونتر ان بو الارهابيين اللي شادين المغرب كيفاش كيفكروا. اون فوا كتفتح عينك عليهم كيحسوا ما يحيدوك، يقطعوك صافي، بعد انت بقيتيش منا، عطينا اتساع، بعد منا بعد منا. دونك هادشي اللي كاين. انا في طنجه، نعاود للطنجاويين الا بغيتو تزيد تعرفوا بصح مراد كيفاش كنعيش في طنجه، غتلقاوني غتمشيو للقهوه ديال غلاسكو اللي كاينه حدا جامع محمد الخامس، وسولوا الناس اللي ساكنين تما. راه ديما نجلس في القهوه، كندخل بديك القهوه غلاسكو حيت الحومه ديالي حومه مصلى ديالي، سينما المغرب، سواء عين قطيوات، ايبيريا، هذيك هي الحومه ديالي. وبيان سور مصلى سينما المغرب. يا اما نجلس في قهوه غلاسكو يوميا كتجبرني جالس تما، يا اما بقهوه نورماندي اللي كاينه حدا عين قطيوات. سولوا عليا الناس راه كيعرفوني تما، باش كنقول لكم هذاك هو طنجه ديالنا. يا اما نطلعوا لقهوه البستان، الحافه، نتساراو، هذه هي مدينتي، هذا هو وقتي كندوز انا تما. بيان سور توحشت هادشي عادي، ولكن باش نشوف بلادي كتهرس وشادينها الارهابيين والخونه والسكت، هذه ما كايناش. هنا عايشين بخير، بلادنا ان شاء الله نمشيو نلقاها محرره. بعدا النص بعدا طنجه ما الا دخلنا حنا نشدوا الطب، طنجه ما يبقاوش يموتوا اللي كتقتلهم في الكلينيك والسبيطارات. وعندك ولاد الحرام داك المسخ ديال الفيلالي اللي كاين في كلينيك طنجيس، داك الارهابي في الطب اللي اكثر من بوكيندي راه عاد هادو ناس. عندك داك الصادقي، داك ولد الحرام، داك الشفار اللي قال لك مصاحب، يفتخر بانه مصاحب بصحاب الحشيش، يفتخر وعزازين عليه. قال لك هذوك ما قاريينش كنطحنهم رزقهم. دو جور لوندوما ولا جينيكولوج، والحمير اللي تما جينيكولوج الله ما قدرش واحد يهضر معاه لانهم كلهم بحال. كاين بنيس ولد الحرام اللي بنى قصر في النوينويش غير من الفلوس ديال الفقراء وديال السرقه د لاسيورونس. كاين بن كيران داك ولد الحرام ديال كلينيك سيدي عمار اللي كيقول لك با جينيرال، احنا لا خو جينيرال، حتى هو ولد الحرام رد هذيك البلاصه غير ديال. الا مشيتي لذاك الجرده اللي عنده غتلقى عامره بالدراري صغار ديال الكورتاجات وديال لي زاري دو غروسيس، لي انتربسيون، لي زي في جي، لي زي في تي. هادشي هي طنجه. ولكن زعما غير باش نقول لكم كيفاش كيعايرونا، طنجه والله لا جيتي، والله لا عملتي. فعلا واش كاين شي واحد ما توحش والديه وبلاده؟ ولكن هادو ولاد الحرام حيدوا لينا كلشي لان مجرمين. وانا كنت لك شادين المغرب بحال اللي قال السي المهداوي، ما كايناش الراحه النفسيه غير على القضاء. قال لك اي واحد الا فهمتوا شنو قال، بحال دابا واحد تشد بشي قضيه د الحشيش وعنده حسيفه معايا انا، واخا انا ما درت والو، غادي يدخل غادي يقول لهم اش غديروا، راه كان معايا مراد نهار الاثنين، يلا غيجيو غيشدوك ويديوك للحبس، يلا ويحكموا عليك. شو على قانون ديال الارهاب هذا؟ شو اين راحه نفسيه هذه؟ وقال لك اكثر من هادشي، يعني اي واحد محابسي غادي يبغي يدبر الفلوس، غادي يمشي يدق على واحد الطبيب مثلا، اولا شي واحد استاذ اولا معلم مسكين اولا انجينيور، يقول له شوف اخويا، يا اما تعطيني 5 المليون دابا، يا اما غدا غتمشي للحبس. علاش اخويا ما درت والو؟ اييه غادي يرجع هذاك اللي في الحبس غادي يقول لهم يا راه كان معايا فلان، ايوا انت مشيتي. فهمتوا؟ هذه هي بلادنا يعني واقفه على الخيانه، واقفه على الهشوشه، لا كوربسيون، الفساد، المثقفين غير لي فوندو ولي الجبناء ولي مينابل. البوليس، الجدرميه والقضاة داروا عصابه يعني مكموله عائليه، يعني كتلقى البوليسي شفار، مرته بحاله، ولده بحاله، بنته بحاله، هما هكا كاملين، الجدرمي كذلك، القاضي كذلك، هما اللي كيكونوا كيسبونا، هما اللي باش تفهموا اخوتي المغاربه اش واقع. فهمتوا؟ دونك ملي غادي نوضوا هاد الارهابيين نوضه رجل واحد بالضحك، نوضه رجل واحد بالضحك،
ماشي زعما تنوض وتقول الفتنه احنا سوريا احنا ما كاين والو من داكشي. مشات سوريا مشى العراق، حنا دابا ربي يفتح لينا عيننا، شفنا بان اللي كيحكموا في المغرب الارهابيين. السيد مات تقرطس الراجل عنده 70 عام كلشي كيقول لك بغينا سكسو بغينا هاو ما غادي يجمعوهم دابا كذوب، لان الخيام والبوليس وهذا كلشي ارهاب، ووزاره الداخليه هي اللي خالقه الارهاب، دونك كلشي بحال. دونك هادشي هي لا سيتوياسيون اللي عندنا دابا. وبحال اللي قلت لكم قبيلاتي كتبت لكم في الصفحه، المغرب يعيش حاله حرب بلا حرب. هذه هي بالرق ما تقشع. هادو هما الناس اللي كيحكموا المغرب، باش تعرفوا النوع ديال البنادم اللي خدام في المغرب. ولاد الحرام جنون شياطين ولكن حمير او ميم طون. على داكشي باش كنجي نقول لكم نتوما اخوتي المغاربه اللي الشباب، انا طامع في الشباب وزاد دي جيني غادي نطحنوا هادو غير بعقل، لان العكس سي دي زان، سي دي مينابل، سي دي انكومبيتون كلهم. واش فهمتوا؟ دونك وسع خاطرك هادو بلا ما تاكل لا عصا لا والو. اليوم باش كيزيد يتكرس بان البوليس سي دي مينابل لا شرف لهم، دي تيروريست. ضربوا مسكين شي استاذ المعطلين قال لك راه مازال في الكوما، ضربوه براسو. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ دونك ما كنكذبوش انا اخوتي المغاربه، كاع هادشي اللي كنقولوا راه صحيح. عينا ما نقول لكم خرجوا ديروا الاضراب الا بغيتوا تخرجوا. وانا ما كنقول لكم ما ديروش هادشي، ما ديروش اضراب، ما ديروش شي حاجه ديروها من بلاصتكم. يعني العصيان ولا لوت والمقاومه تكون من الانترنت والعقل. اللي كيخرج دير اخويا الكاسك، حافظ على راسك، حافظ على صحتك. انت تضربتي دابا وطاح اش غيوقع له مسكين داك الولد؟ حتى الا برا يقدر من بعد يبريزونتي دي سين ديال الصرع، مرض الصرع الله يستر، ولا تكبر له تما اون تومور ولا شي مصيبه. علاش لا؟ واش فهمتوا؟ الله يهديكم. وهنا كنجبد ديك الهضره ديال الوجدي البارح اللي كان كيهضر على باه مسكين. شي داك الوجدي اللي كيهضر على باه مسكين، قال لك داروا له دوزوا له مسكين شي 30 سكانير عمره ما تسمعت في التاريخ، لي تكرفسوا عليه مسكين، داروا له 2 عمليات، لا تومور رجعت. كنعرفوا بان لا تومور بور جينيري. بغيت نقول لك اوليدي بان بارفوا الا ما تزالتش مزيان تقدر ترجع، ولكن في وقت كبير. ماشي درتي العمليه اليوم تزالت وترجع عند دابا شهر، لا ما كايناش اخويا هذا، لا ما كايناش. دونك الا رجعات كاين شي حاجه، يا اما هذاك الحمار بوكيندي يا اما شي حاجه. انا كنقولها لك كطبيب، كنحيدوا الحبه، الا حيدناها تقدر ترجع كاين، ولكن على 5 سنين 6 سنين. ماشي حيدتي 3 سنين غترجع للخميس، لا ما كايناش اخويا، كايناش. اللي عطا الله اخويا هو هذا. الطب ما عندناش المغرب. كنزيد نقول لكم كاين الخير في هادو اللي طالعين، وهادو اللي طالعين ما بغاوش يقريوهم. دونك هادو اللي طالعين تا هما مساكن مكرفسين، هادو غادي يتكرفسوا كثر من هادو اللي كيتسناهم. راه مازال حنا راه شويه، اما هادو اللي طالعين طحنوهم مزيان. اللي عطا الله هو هذا. قول لي اشكون احسن كلينيك في طنجه؟ كلينيك ديال سيدنا عيسى اخويا، ديال ايطاليان. عاد عندك الشك ولا عندك تمشي عندك ولاد الحرام ديال البنيس بن كيران الفيلالي، هادو راه ولاد الحرام. السلام قال لك سخريه ديال الضحك حتى هي مصيبه. ما كاينش. مشيو شي غامروا، مشيو لمحمد الخامس غامر، وما تمشيش للكلينيك لان غيدير لك رزقك، وما عندك ما دي مورا لانهم صاحبين مع البوليس ومع الجدرميه ومع القضاء. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ احسن حاجه في ديك الكلينيك هي تخرجوا المرضى كاملين وتحرقوا باباهم. هذه هي احسن حاجه طنجه، هذه اللي حسنا. هادشي اللي خصكم ديروا. خياط 70 بحي نتاوما بالناظور. دركي وشرمي الخياط 70 بحي تاوما بالناظور. راه دوك سي دي تيروريست، سي نورمال. دونك هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نناقش معاكم. كنطلب من الله السي محمد بابا هدايه الا مازال هنا شرح لينا. هذه شهر مازال ما شفنا والو في المساء. واش عندكم ضغوطات من البوليس والمخابرات؟ غير قول لنا، غير باش يبقى داك القيمه عندكم السي محمد، لان قالوا لنا بان الاغلبيه ديال الجرائد في المغرب شادينها البوليس وكيتحكموا فيها المخزن. واخويا المساء كنتو عزيزا عرفت اخويا والله ما عرفت شي كلشي توت اي بوسيبل. جو سي كون اي اون غير دونك يا با دو سوسي. بلاتي نشوفوا واحد القضيه قالوها في واحد الجورنال غنناقشها معكم حتى هي.